السلام عليكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أي واحد فينا ممكن دماغه توديه إن في ناس مستريحة وناس تعبانة، أو ناس معينة بس مستريحين أكتر من الباقي. يقول لك فلان ربنا كرمه ورزقه من وسع، علان عنده كل حاجة وعنده واسطة وعنده منصب وعنده جاه وعنده. لكن سبحانه وتعالى يقول لك: لقد خلقنا الإنسان في كبد. كل الناس، ما قالش إن في ناس مستريحة وناس تعبانة، او ناس شقيانة وناس مرفهة. لا، لقد خلقنا الانسان كل الناس. فطالما هي كده كده فيها تعب، فاتعبها في الحاجة اللي تقل موازين حسناتك يوم القيامة. انت كده كده تعبان، سبحانه وتعالى خلقنا الانسان في كبد. هتفضل طول حياتك دي في كبد وفي تعب وفي مشقة. خلاص، خلي التعب والمشقة ده لربنا سبحانه وتعالى يجازيك عنه خير. صلي صلواتك الخمسة في الجامع. حاول على قد ما تقدر تصحى الفجر تصليه في الجامع. حاول على قد ما تقدر تزكي، حتى لو بحاجة قليلة، حتى لو مبلغ قليل. كل ده يكون في ميزان حسناتك. احنا كده كده تعبانين في الدنيا، واللي شغال شغلانة ليها علاقة بالناس او بيقابل ناس كتير هيلاقي ان اغلب الناس بتشتكي، مفيش حد مرتاح. اللي انت ممكن تكون تبص عليه من بره وتقول ده ياما هنا ياما هناك، ولا مفيش حد زيه ويا ريتني اكون زيه. لا، كل الناس تعبانة وكل الناس بتشتكي. كل واحد فيه اللي مكفيه زي ما بيقولوا. فخلي تعبك في الدنيا يريحك في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى رحيم فوق ما تتخيل. رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام بيحكي مواقف من اللي بتحصل يوم القيامة، فبيقول لك ايه؟ صلى على رسول الله. واحد بيتحاسب يوم القيامة، فكفة سيئاته رجحت عن كفة حسناته، فيقول سبحانه وتعالى لملائكته: خذوه إلى النار. فتاخدوا الملائكة ويحين بيه للنار. ربنا يعافينا ويعافيكم. فالراجل عمال يتلفت يمين شمال، يقف يبص وراه. فربك سبحانه وتعالى يقول له: عبدي، هل لك من حسنة لم تجدها؟ يعني انت عملت حاجة حسنة ومش مكتوبة؟ فيقول: لا يا رب. طيب عبدي، هل كتبت عليك ملائكتي سيئة لم تفعلها؟ يعني في من السيئات اللي وزنت دي حاجة انت ما عملتهاش؟ قال له: لا يا رب، كلها عملتها. طب بتتلفت ليه؟ فلما تتلفت؟ قال له: ما كان ظني بك هكذا يا رب. يعني انا ما كنش ظني فيك انك هتدخلني النار، كان ظني انك هتعفو عني، كان ظني انك هترحمني وتدخلني الجنة. فيقول سبحانه وتعالى: عفوت عنك، خذوه الى الجنة. ربنا يرحمنا برحمته يا رب ويجعلنا من اهل الجنة.